ايه الفرق بين محفزات الكولاجين اللي بتحتوي على الكالسيوم هيدروكسي ابيتايد زي روديس او اللي بتحتوي على البوليلاكتيك اسيد زي اوليديا وسكالبترا؟ في الحقيقة المادتين من أقوى محفزات الكولاجين في الجلد. يعني إيه محفزات الكولاجين؟ يعني حقن الماتيريال دي في الجلد بتحفز إنتاج الكولاجين بصورة عالية جدا، تكاد تكون أعلى ماتيريال بتساعد فعلا إن الكولاجين يتكون بكميات كبيرة قوي حتى في الأعمار المتقدمة. والمادتين فعلا من محفزات الكولاجين القويه. لكن امتى احقن الكالسيوم هيدروكسي ابيتايد او فيلر الكالسيوم، وامتى اعتمد على البوليلاكتيك اسيد زي اوليديا او سكالبترا؟ ده اللي انا عايزه افهمه لكم. عايزه اقول لك الناس مثلا اللي فقدت وزن كبير من جسمها او خست نتيجه لاي سبب او عملت بايباس او واتيفر ونزل وزن كتير من عندها، فبالتالي فقدت كميه كبيره من الكولاجين واصبح البشره بتاعتها ساجي ومتهدله ومحتاجه نضاره بسرعه ومحتاجه تتملي ومحتاجه تتشد. ففي الحاله دي انت فعلا ما عندكيش اي اختيارات هتبقى افضل من ان انت تستخدمي الكالسيوم هيدروكسي ابيتايد وتعوضي كل الكولاجين اللي انت فقدتيه حتى بعد مثلا ولاده متكرره، خسسان، اجهاد، اي حاجه حصلت في بشرتك عرضتك انها تكون شحبه او ساجي، انت على طول بتلجئي للكالسيوم هيدروكسي ابيتايد او ان انت تحقني الكالسيوم، سي انك تحقنيه الون او بالهايبريد تكنيك. الناس بقى اصحاب الجلد الرقيق الساجي اللي هو الجلد بتاعهم بيبقى رقيق قوي، ما عادش فيه تماسك، ما عادش فيه ثيكنس، بيبقى ده طبعا بيحصل لناس كتيره جدا مع التقدم في العمر او الناس اللي هي يعني تعرضت لازمه صحيه وكان لايف ستايل حياتها مش حلو او ما اهتمتش ببشرتها لفترات طويله. مع الوقت لازم هتحس ان الجلد نفسه رقيق، الجلد نفسه ما فيهوش ثيكنس، مش متماسك. في الحاله دي احنا محتاجين نتخن سمك الجلد او نديله السكنس اللي يخليه شكله تايتنس ومتماسك ونشده بحقن البوليلاكتيك اسيد. وعشان كده هم سموا الحقنه دي ابره اصاله، لان الفنانه اصاله لما جت تعمل الجراحه بتاعه الفيس ليفت قبل ما تشد جلدها قوت الجلد جدا وعلت من الكواليتي بتاعته وزودت الثيكنس بتاعه عشان تبقى الجراحه بافضل شكل وبدون اي سايد افكت، وده عن طريق حقن البوليلاكتيك اسيد بصفه دوريه. اتمنى اكون فدتكم عرفتكم الفرق ايه ما بين ان انا احقن كالسيوم او احقن البوليلاكتيك اسيد.